في عادة بسيطة اتعلمت ان انا استمر عليها لمدة 3 سنين، وما زلت الحمد لله مستمر عليها، وحاسس ان انا عندي سعادة استمر عليها اكتر من كده. السلام عليكم. النهارده هكلمكم عن حاجة مختلفة خالص عن تعليم الانيميشن والمحتوى الانيميشن اللي كنت بقدمه. الموضوع العادة وان انت تتعود يكون عندك عادة تستمر عليها لفترة طويلة، دي من الحاجات اللي الناس صعب ان هي تعملها، لدرجة ان في ناس كتير الفت فيها كتب زي كتاب العادات البسيطة وقوة العادات والكلام ده كله. انا من حوالي 3 سنين صديق لي على النت اهداني كف، او زي ما يعني هي عباره عن ورقه، اللي هي الورقه اللي تحت دي. اهداني ورقتين من ده نبات تين شوكي، اهداني الورقتين دول. فانا قررت ان انا اجرب ان انا ازرعه. انا بحب نبات التين الشوكي جدا في الاكل يعني وكده، وقررت ان انا اجرب ان انا ازرعه. حطيتهم في اطباق صغيره كده. اول سنه بدا يطلع بدايه اول ورقه، وده طلع اول ورقه. وبعد كده كان فتره الصيف، دخلنا على الشتاء وقف. فبعد كده فهمت ان النبات الصبارات والتين الشوكي طول الشتاء مفيش اي نمو، فتره الصيف بتنمو فيها بسرعه. العاده بقى اللي انا اتعلمتها ايه؟ ان انا استمر على مراعاه النبات ده مش بيحتاج رعايه كتير، هو كل اللي بيحتاجه ان انت ترويه بشكل منتظم. في فتره الصيف برويه كل اسبوع، فترة الشتاء برويه كل اسبوعين، وبحط له سماد NPK. ان انت تستمر على عادة ان انت كل اسبوع تحط للنبات ده مية وباستمرار لمدة 3 سنين، اكتر من 3 سنين كمان. الموضوع صعب، خصوصا انت ما بتشوفش النتيجة دلوقتي. النبات لسه لغاية دلوقتي، بصوا النبات ده كده عمر 3 سنين، وكل سنة ببقى منتظر ان هو يطلع ثمار. طبعا لغاية دلوقتي لسه ما طلعش ثمار. انا متوقع السنه دي باذن الله هيطلع ثمار. بصوا في الاماكن الصغيره دي كده، انا كنت متعود كل سنه لما تبدا تظهر النموات الصغيره دي معناها ان دي ورقه هتطلع ورقه. بس انا اول مره يحصل معايا ان تطلع النموات جنب بعض. يعني بصوا في دي ده نمو جديد هيبدا يكبر، وهنا كمان هنا ده نمو جديد اللي في الطرف ده، وده نمو جديد. النموات دي الطبيعي هنا برضه في واحده اهي. النموات دي الطبيعي ان هي بتبدا تطلع ورقه. بص برضك هنا اهو، تلاقي ده هيطلع ورقه. لكن اول مره تحصل معايا ان هو يطلع كذا نمو جديد كده جنب بعض. انا متوقع ان دي ثمار باذن الله. مش عارف هتطلع ثمار ولا لا، بس انا يعني هستنى ونشوف. يعني هو بيكبر بسرعه. يعني دخلنا في موسم الصيف بيبدا يكبر بسرعه جدا. خلال اسبوع او 2 هنكتشف مع بعض ان هو هيطلع ثمار ولا لا، وهصورهم لكم باذن الله.